العظمة، ايه الجمال والدلال ده يا بلادي، ايه الحلاوة دي يا مصر، ايه الدلال ده يا مصر، ايه العزة دي يا مصر، ايه الفخر ده يا مصر اللي ظهرت بيه النهاردة قدام العالم في مؤتمر الدورة ال11 للمؤتمر الدولي الثمانية اللي بينعقد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أسد مصر حامي الدار في جمهورية مصر العربية، بالعاصمة الجديدة، العاصمة اللي اتبنت بإيد مصرية، العاصمة اللي اتبنت مني ومنك، من ابني وابنك، من أبوك وأبويا، العاصمة اللي اتبنت من الشعب المصري اللي وقف جنب القائد بتاعه، اللي وقف وثبت ضد أي مؤامرة، ضد أي مخطط، القائد اللي حط كل حاجة على ظهره وشال على ايده كل هموم المصريين، اللي بنى ودبر وخطط، اللي عمل لنا عاصمة النهاردة نفخر كلنا قدام الدنيا قدام العالم ان احنا عندنا الجمال ده في بلدنا. معقول الحلاوة دي في مصر هنا النهارده؟ كلمة رئيس وزراء لبنان بيهني رئيس الجمهورية والشعب المصري عن التحفة الفنية اللي اتعملت في 11 سنة، في 12 سنة اللي فاتوا بإيد المصريين وسواعدهم بكفاحهم وصبرهم، بعظمة وجمال القائد اللي كان قاري المشهد، اللي حاش مصر من كل المؤامرات، اللي حاش مصر من كل الفتن. رئيس الوزراء اللبناني النهارده بيقول للرئيس أهنئك وأهنئ الشعب المصري على التحفة المعمارية الفنية. النهارده المرافق اللي كان مع رئيس وزراء رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، الراجل بيتلفت بيبص على العظمة، ما قدرش يمسك نفسه. شكرا يا بلدي، شكرا سيادة الرئيس، شكرا للشعب المصري على الفخر والعزة. الدنيا كلها بتولع حواليك وانت النهاردة بتصدر تاريخ وملحمة وعظمة. مصر عادت شمسك الذهبي، مصر عادت شمسك الذهبي، مصر عادت شمسك الذهبي. يا رب احرسها وانصرها دايما، وتحيا يا بلادي، وتحيا قائد بلادي، ويحيا شعب بلادي.